يقول أوجلان، هكذا يقول أوجلان، هكذا يقول أوجلان، هكذا يقول أوجلان. للشعب يحيا قد الآمال، فلتخسأ الأسوار يا إمرالا. تحيا الشعوب إذ توحد صفها، الشعب يبقى والطغاة زوالا. القيد مل لاختبار صبره، حتى انحنى لدهشة إجلالا. القيد مل لاختبار صبره، حتى انحنى لدهشة إجلالا. من قال أن السجن لي حل لكم، من قال سجني نصركم، من قال هكذا يقول أوجلان، هكذا يقول أوجلان. فكري طليق قد رأيتم برقه، شق الظلام وهجه يتلالى. هذا الولاء، وكما تعرفون انه هذا اليوم مهم انقضب به القائد، واليوم الاسود. كما تعرفوا هاي التجهيزات واللافتات والكتب والجميع والحضور يحضرون جميع النساء العرب والإزيدية. حضرنا لهذا قبل 10 أيام لهي التحضيرات والتجهيزات، وكما تدركوا راح نسوي معرض هاي اللافتات والكتب. مثل ما تدرك انه الرفيقات العرب والإزيدية سيحضرون هذا اليوم من اجل القائد. المرأة الحرية تبدأ من الطفولة، الحرية تبدأ من الطفولة. لا تقتل المرأة، فالمرأة هي الحياة. لافتات كثيرة لأن القائد كتبوها، أما معناهم حيل حلو. أنا أعشق المرأة الحرة. كما تعرفوا في المجتمع قبل كانت عبودية، أما من عرفنا حزب العمال الكردستاني تطورت هذه الأشياء. المرأة تحررت، أما كانت عائشة في 4 زوايا لم تقدر الخروج منها، لكن لما عرفنا الحزب العمال الكردستاني عرفنا الحرية. يعني لي كل شيء بحياتي، لأن هو اللي علمنا وخلي يكون فخور بجيشه، لأن جيشه سيقاومون. لم لفت انتباهي أنه شفنا عندهم، يعني مو مثل المجتمع اللي عندنا، تطورات كثير عندهم. أولا تعرفنا عليهم، علمونا إلى حرية المرأة. قائد يحارب على مود حرية المرأة، لهيك اعتقلوه، لأن يطالب حق المرأة، حقوق المرأة. يعني إنه نطلع شجاعة، نطلع ونقرأ الكتب مع القائد. قبل النساء لم يطلعون يعني يقرونها، أما صار تطور بعد هذه. هسه نقرأ، نكتب الكتب ونقرأ. كتاب اللي قريته الحياة النادية، تأثرت به إنه يحكي عن المجتمع والمرأة، المرأة الحرة، عن حقوق المرأة. لأن بالمجتمع ما ذكروا المرأة، ما عندهم يعني المرأة ما يذكروها أبد. أما عند القائد لا، بعطيهم معنويات على مود يشجعون لهذه الشيء. يعني مثل أنا شابة أشوف مرأة، لا ما يصير، لازم أعرفها عن الحرية وعن فكر القائد. عبدالله أوجلان كنساء العرب كنا مجتمعين على هذا المعرض. إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله الرئيس عبدالله أوجلان يكون معانا إن شاء الله. الله يفك أسره بخير وسلامة علينا.
أنا بحري حسن، أني أحد نساء العرب في المجلس العربي، وما نقبل هالشيء هذا على القائد عبد الله أوجلان، ولا نقبل من هذه الدول العربية أي يصير شيء على القائد عبد الله أوجلان. واحنا نعارض على هالشيء هذا كشعب كردي او يزيدي او عربي، احنا نعارض على هالشيء هذا، واحنا نريد حرية القائد، ونريد فك أسر القائد، ونريد نعرف عن احوال القائد. الحرية يعني لنا الفكر، يعني لنا التطور، يعني لنا ان تطورنا فكر القائد، يعني لنا الحرية فكر القائد، يعني لنا ان استهلنا الحياة، يعني وعانا شوية، كنا شوية النساء قبل الحرمة عاد قبل تقف وتسولف وشوية كان عندها صمت وكان عندها حياة وكان عندها القائد انطانا الشجاعة، انطانا الحرية، انطانا شوية قلنا نتقوى، قلنا نحكي فكر شغال، قلنا فكرنا قام يشتغل نعرف، واحنا نشكر القائد وان شاء الله ينفك اسره، واحنا نريد يسع الحرية للقائد، والكل انسان مظلوم بالسجون وكافي سجن للقائد، ونطالب باسم شعب الازيدي وشعب العربي واحنا منطقة اهالي سنجار نطلب بحرية القائد، نطلب بافراج عن القائد، وخلى الدول والعالم كلها تسمع، احنا نريد حرية القائد. يمكن ان يحدث افضل من ذلك انه شيء عظيم. قلنا انها حصة التحول الديمقراطي في الذكرى ال75 للجمهورية، وسنفعل ما تشاءون. طلبتم وقف اطلاق النار، قلنا اننا سنفعل ذلك، لكننا طلبنا منكم اجابة وان كانت محدودة، الا اننا راينا الى الان لا توجد اجابة. كيف سيمكنهم تحديد كيف سيفرقون كرد انقرة وكذلك كرد امل من الذين تربطهم علاقات جيدة مع الدولة؟ يرهبون البعض بالاعتقال والمقاطعة والآخر بالنفي إلى شتى أصقاع الأرض. علينا أن نقولها الصراحة، لا يؤتمن لهؤلاء أبدا، إنهم يخطفون الناس ويقصفونهم بالقنابل، وبالأساس الأزمة التي يعيشها الشرق الأوسط هي عبارة عن ذلك. الآن وكأنني أضع أنظمتهم في ورطة، ولكن لا بد من سؤالهم. وهناك ملايين من الشعب تسببتم بتشتيته إلى أصقاع الأرض، لذلك أقول هذا: قلوا بفتياتنا الصغيرات فلا توجد في أمة أخرى وفي التاريخ من تمزق نفسها حتى شعر رأسها مثلهن. علينا أن نفهم ذلك جيدا، لابد من تنظيم الحملات لأجل ذلك، فإن لم تفعلوا ذلك كيف لكم أن تقولوا عن أنفسكم مثقفين؟ بعبارة أخرى، يهتز كيان المرء حين يتحدث عن هذا. وضعها عبد شو فينا استراحته اليوم، وإن شاء الله الله يفرجها عليه، وجينا عليه متونسين وندعي له ان شاء الله بالافراج الزين، وهذا ما ربع اليوم شفناه بعيني احسن يوم جينا وتونسنا به، وان شاء الله يفرج على القائد، ونتمنى ان شاء الله يطع القائد، وهذا الله يحفظه. تفرجنا على كتب القائد وجبنا رساله للقائد، وجينا على المؤتمر اليوم ان شاء الله مؤتمر سعيد عليه، والله يفرجها عليه. والعلم والله هذا علمنا عندك القائد وتوعينا زين. لوحدتكم أرى حريتي، وبكم سيروي مجدكم أمثال.